فخالد الغندور نسمع مع بعض قال إيه يا جماعة عشان ما احرقلكوش الفيديو والنبي ما نحرقه، خلّينا نسمع مع بعض كده إيه قال إيه، وإيه ونبدأ زي ما هي العادة نعلّق إحنا إيه سويًا مع بعض معاكم في الcomments وأنا معاكم في الكلام نشوف قال إيه، ونضحك شويتين كما هي إيه العادة. تعالَ حبيبي، تعالَ، زعلان ليه؟ شغّل وهنا اسمع، السؤال، هنا السؤال. هل الزمالك افضل انه يجيب اكل او يحجز قطر ب 500,000، ولا الافضل ان انا اجيب لعيبه اجانب واقعد اطلعهم اعاره، واجيب لعيبه مصريين ما يعجبنيش بعد ربع ساعه واقعد اطلعهم اعاره، وطبعا لما بيطلعوا اعاره ما بيرجعوش، زي الاخ ميكيسوني كده اللي إمم، ابها قال لك مش عايزينه خلاص، يا سلام! والاهلي قال لك مش عايزينه برضه، إمم، بس هو هيتحمل راتبه لغايه نهايه عقده عشان قانون كره القدم والاحتراف بيقول كده. يا سلام يا عم خالد! لكن هل بقى أيوه، الاعلام واحد الاعلاميين الكبار إمم، هيقول طبعًا قصده شوبير عايزين شفافيه؟ عشان مرتضى بياكل لو شوبير. سمحت، زكريا الوالدي فلوسه فين وراحت فين وجت منين؟ هل هيعمل ده مع ميكيسوني؟ هل هيعمل ده مع حسام حسن اللي بكره هيتم الاعلان عن اعارته لسموحه اللي اتدفع فيه حاجه و20 مليون جنيه؟ هل وما لعبش 5 6 ماتشات؟ هل هيعمل ده الاعلام وهيقول لك من اين لك هذا وتعالى يا إمم، عم الشفافيه تعالَ. عرفني؟ ولا الاعلام مش هيعمل ده؟ ولا كل واحد على حسب انتمائه يبقى شفافيه هنا ومفيش شفافيه هنا؟ ده هو اللي بيقول كده، ده اللي احنا متخيلينه؟ عايزين نعرفه من الاعلام الفتره اللي جايه. كل الاحترام والتقدير لجمهور أيوه، الزمالك العظيم، أنا عايز وكل بس الاحترام الحتة دي. والتقدير للمستشار مرتضى منصور صاحب الفكره الجميله جميل، والفكره المميزه والفكره آه، الجديده. أيوه، احنا طول عمرنا بنأجر اتوبيسات مصر للسياحه ملك للدوله، بنأجر طيارات ملك أيوه. للدوله، بنأجر ميكروباصات، بنأجر تاكسيات، بتأجروا وبنأجر كريدتات. قطورات طالما بتدفع وتخدم إمم، بلدك ومؤسسات بلدك أيوه، والهيئات الكبيره في بلدك، طالما أيوه، بتدفع وبتكسب، ايه المشكله؟ لكن سلام. طبعا كفاية عليه كده يا البعض جماعة، عايز كفاية عليه كده. يسفه ويقلل. آه. تعالَ بقى يا حبيب قلبي، تعالَ. واحدة، واحدة كده يا جماعة ويالّا. بُصّوا يا جماعة، كُلّنا عارفين إن قصة القطر دي كُلّها معمولة ليه؟ معمولة قصة القطر دي يا جماعة أول حاجة لمّا لقى إحنا اتعادلنا الأهلي اتعادل كذا ماتش مع في ال3 وفي المستوى قلِّل شوية، فحصل هجوم من بعض الجماهير، فطبعًا رئيس نادي الزمالك لازم زي ما هو العادة بيصطاد في المَيّة العكرة، فطلع قال لك لأ، وأنا مع جمهوري وقلبي مع جمهوري، وطلع قالها كده، وأنا هاودّي جمهوري مش زي الجمهور ما بيهاجم الخطيب، وهو خلاص ما عادش عايزه وبيحبه واستغل الفرصة ديّة، فراح عامل إيه، لقطة القطر. ويشاء العلي القدير إن يرجع بخُفّاي حُنين يا جماعة، يرجع قفاه يقمّر عيش، ويتدك هناك دَكّة في أسوان ما يعلم بها إلا ربنا، واستهانوا بأسوان ونزّلوا من فريق أسوان زي ما اتكلّمنا قبل كده، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طيب، فإحنا عارفين قصة القطر دي معمولة ليه، فما تصيحش علينا يا عم خالد. تعالَ تاني بقى يا حبيبي، تعالَ نتكلّم بالمنطق والعقل. بتقول الإعلام ومش الإعلام إحنا اللي معانا ها، طب ماشي أنا مش هارُد على دي إعلام إحنا اللي معانا ها تعالَ بس. أنت بتقول لي ميكيسوني صح؟ طب تعالَ لي كده يا حبيب قلبي، بُص يابا زكريا الوردي راح فين بفلوسه، راح لعب ما لعبش ماتشين مشي، ودي ما حصلتش في التاريخ واحد ييجي ماتش وماتشين ويمشي، تعالَ. سامسون لحد دلوقتي أدى المهاجم اللي أنت جايبه اللي كان بيلعب ب$9000 و10000 أنت جايبه بتدّي له ب800,000 جنيه، مش شايف سامسون صراحة. فين يا جماعة نضاي فين؟ ما لعبش إلا ماتش واحد، نضاي فين؟ والإعلام ما بيتكلّمش ولا بيجيب سيرة وإحنا ساكتين كما هي العادة في حاجات كتير. إيه يا عم طب تعالَ يا عم خالد، تعالَ أنت اللي جِبته لنَفْسك يا عم خالد، أنت عارف إن أنا باحب الحاجات دي أوي يا عم خالد. تعالَ يا عم خالد، فينك خالد أبو طيب اللي لحد دلوقتي أنت قاعد بتتحسب فلوس عليك لخالد أبو طيب، أنت فين يا حبيبي؟ على الأقل ميكيسوني خدنا فيه عملنا له إعارة وجبناه بالدولار وبعناه، عايز يرجع ما هيجيبه هنبيعه تاني برضه، لكن زكريا الوردي فسخ عقد. وفي فلوس عمولات طلعت للوكلا، وفلوس عمولات طلعت للشركات، وفلوس للاعب، إيه يا حبي؟ لكن ده فسخ عقد زكريا الوردي، ما كمّلش شهرين معاك في النادي. كتّر خيره طبعًا ادّانا الفوز في السوبر حبيبي يا زكريا، أهلاوي حبيبي ابننا الأهلاوي زكريا،
لكن أنت برضه يا حبيبي فسخت عقد يا حبيبي، والّا أنت ناسي؟ والّا أنت لمّا كنت بتيجي طيب، أنت دلوقتي بتقول لي والّا أنت عشان تداري على مشكلة القطر ال500.000.000 طب يا جماعة طب ما هو بنفس المنطق، يعني معلش طيب تعالوا كده، بنفس المنطق في الطايرة كان قبلها بيوم فريق الطايرة بتاع الأهلي سَكّ الزمالك في ال3 أشواط 0 وفي الصفحات الزملكاوية كاتبة إن اللعيبة عايزة فلوسها بتوع الطايرة وليهم مستحقات، وإن اللعيبة الأجانب ما خدتش فلوسها، وإحنا عارفين إن إحنا هنستَّك، والناس طالعة تنتقد إن رئيس الزمالك إن هو مهتم بالقطر وبيدفع نُص مليون جنيه وسايب مستحقات فريق الطايرة ما ادّاهاش. فهمت دماغي؟ والّا أنت عشان تعمل بونت على حساب محمود الخطيب واللي هو عامل لك كَلُّ في دماغك ومشغّل أراضيشك عشان يعملوا زيه، فأنت جاي تعمل طب فريق الطايرة ما دعمتوش ليه؟ وهو مش فريق الطايرة أولى عشان تفرّح الجماهير والّا أنا غلطان؟ ليه ما أنا مالي ما تدفع 500.000.000 جنيه والّا تدفع حتى 1000 أنا مالي يا عم، بس ما تطلعش تصدّعنا وتجيب سيرة الأهلي يا حبيبي، إحنا بنبيع لعيبة وإعارات وبتيجي في صفقات أنا مش هانكر وإحنا معترضين عليها، بس بنبيعها وإعارة وبنشوف هنخلص إزاي وبنغلط، لكن أنت بتقطع إعارة، ما تصلّح فريقك بتاع الطايرة اللي محتاج فلوس، والّا أنا غلطان؟ إحنا مش معترضين على بس وما تطلعش تقول ده أنت في مرّة يا راجل طلعت بتقول أنا مانع العمال بتوعي والموظفين من التظاهر عشان ما بياخدوش حقوقهم وفلوسهم. طب ما ال500.000.000 جنيه اللي أنت دفعتها للقطر دي ما تروح تدّيها يا معلم ليه للموظفين؟ لا ما تصيحش علينا يا عم خالد، ما فيش حد يصيح علينا، كل الناس بتفهم أهلاوي وزملكاوي، كله بيفهم ويفهم الكلام ده هرْس وهرْد وأي كلام، والّا أنا غلطان؟ طب ما مروان عطية ما أنت قاعد تصرخ أهو، ما وفّرتش الفلوس ليه واديتها لمروان عطية؟ والّا هو أنت عشان تكايد حد، والّا هو قُل وخلاص والسلام؟ بس ده كان ردي بسرعة كده على والّا أنا يا جماعة باتكلم غلط؟ يعني أنا قولوا لي بس لو أنا يا جماعة باتكلم غلط يعني،